يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أمراض الأمة سلسلة علمية منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي. لا أقدمها الآن جلدا للأمة، ولا أقدمها انتقاصا لقدر الأمة أو تقليلا من شأنها ومكانتها، بل أقدم هذه السلسلة الآن نصحا للأمة، وحبا للأمة، وإشفاقا لأجلها. أتحدث في هذه الموضوعات مع أمتي حديث الروح للروح، وأخاطب بهذه السلسلة الكريمة أمتي الحبيبة خطاب القلب للقلب. فلا شك ولا ريب أن الأمة قد أصيبت بكثير من الأمراض الخطيرة والعلل الكبيرة، وتعرض جسدها لما يتعرض له جسد الإنسان الحي من الأمراض والعلل. وقد آن الأوان، وها هو الوقت قد حان، لنستل معا جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد نقية تقية بيضاء. ما أحوجنا إلى أن نفتش في أمراضنا، وأن نبحث عن عيوبنا، وأن نحدد الدواء من كتاب رب الأرض والسماء، ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فمن أعظم البلاء أن نتغافل عن أمراضنا وعن الداء
وألا نبحث عن الدواء، وألا نطلب الشفاء من رب الأرض والسماء. فتعالوا بنا أيها الأفاضل لنعلي جميعا الهمة، ولنجيش الطاقات الهائلة في الأمة، لنعود من جديد إلى مكانتنا التي أرادها لنا ربنا وأرادها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمة الميمونة كانت ولا زالت وستظل بإذن الله جل وعلا خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن باب الأمر بالمعروف بمعروف، ومن باب النهي عن المنكر بغير منكر إن شاء الله جل وعلا. ومن منطلق إيماننا بربنا سبحانه وتعالى وبنبينا صلى الله عليه وآله وسلم نقدم هذه السلسلة الكريمة لأمتنا الحبيبة في أرجاء الأرض وفي كل مكان، لننهض معا إلى مكانتنا وريادتنا التي أرادها لنا ربنا سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الليلة أيها الأفاضل على موعد مع مرض خطير قد يودي بصاحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى النار. أعاذني الله وإياكم من النار، وجعلني الله وإياكم من أهل الجنة، ورزقنا صحبة النبي المختار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إننا الليلة على موعد مع إهمال النفس وعدم تزكيتها. قد لا يتصور كثير من إخواني وأخواتي خطر هذا المرض، مع أن النفس التي بين جنبيك هي أعدى أعدائك. الشيطان العدو اللدود إن ذكرت الله جل وعلا خنس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الخناس أي الذي يخنس ويفر ويجري إن ذكرت الله سبحانه وتعالى. لكن النفس بين جنبيك أمارة بالسوء، جاهلة ظالمة، قد تقودك أيها الحبيب اللبيب إلى كل هلاك وعطب في الدنيا وإلى النار في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. كم من أناس الآن من إخواننا وأخواتنا قد وقعوا في هذا المرض وتمكن منهم هذا الداء، فأهملوا النفس إهمالا شديدا، ولم يلتفت كثير منا إلى تزكية هذه النفس الظالمة الجاهلة. فالنفس قد تجعل من صاحبها مطية إلى كل شر، مطية إلى كل هلاك، تؤزه أزا إلى المعصية، تخرجه من طريق الهداية إلى طريق الغواية. وما أكثر هؤلاء الذين ابتلوا بهذا الداء، النفس تؤزهم أزا إلى المعاصي، لا يشعر بلذة ولا براحة ولا بطمأنينة إلا وهو في معصية، إلا وهو في إعراض عن الله تبارك وتعالى. تزين له نفسه الأمارة هذا ويتصور أنه سيسعد، ولا والله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالنفس الأمارة إن أغفلتها وأهملتها وأعرضت عن تزكيتها
قادتك إلى كل شر وإلى كل هلاك في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تدبر القرآن: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يبقى النفس ألهمت الفجور وألهمت التقوى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، من أهمل تزكيتها ومن أغفلها وأعرض عنها وتركها لتجعله مطية إلى كل شر، لتقوده إلى كل معصية، لتؤزه أزا إلى كل عطب وهلاك، تخرجه من طريق الهداية إلى طريق الغواية، تخرجه من طريق الحلال إلى طريق الحرام، تخرجه من الهدى إلى الفجور، ومن التقوى إلى المعصية، ومن السنة إلى البدعة، ومن القرب من الله إلى البعد عن الله سبحانه وتعالى. نعم، تمكنت النفس من هذا الصاحب المسكين وجعلته مطية وقادته إلى شهواتها ونزواتها ورغباتها، فلا تراه إلا عاصيا لله جل وعلا، لا يتورع أبدا عن أكل الحرام، لا يتورع أبدا عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن أكل الربا، عن أكل مال اليتيم، عن الوقوع في الزنا، عن شرب الخمر، لا يتورع عن الوقوع في عمل قوم لوط، لا يتورع عن شهادة الزور، لا يتورع عن السرقة وعن أكل المال العام بلا وجل أو خوف أو مراقبة لله سبحانه وتعالى، لا يتورع أبدا عن أن يقول الفحش من الكلام، على أن يسمع الآخرين الألفاظ النابية البذيئة. وما أكثر هذه النماذج، وما أكثر هذه الأصناف وهذه الأعمال. السبب أيها الأفاضل هو الابتلاء بهذا الداء، الوقوع في هذا المرض العضال، إهمال النفس وعدم البحث عنها وعدم تزكيتها وعدم البحث عن دواء. وما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يبحث عن شفائه فظل في ضنكه وشقائه. ما أكثر هؤلاء الأشقياء. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علي وعليهم، وأن يهديني وإياهم جميعا، وأن يزكي نفسي ونفوسهم إلى كل ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك مولاه. تدبر معي مرة أخرى قول الله جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها. وسنقف الآن على معنى التزكية. وقد خاب من دساها، أي من أهملها وتركها وغفل عن تزكيتها وعن إلجامها بلجام التقوى وعن إلهابها بصوت الخوف من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الأفاضل، قال جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ونهى النفس عن الهوى، عما تهواه النفس من شهوات ونزوات ورغبات. لو تركت نفسك لنفسك الأمارة لأهلكتك، لقادتك إلى كل محرم، لأوقعتك في كل معصية، لأغرقتك في بحور الشهوات، لأسقطتك في شباك الشبهات. النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. النفس جاهلة ظالمة غشوم إن لم تزكى أهلكت صاحبها. نعم أيها الأفاضل،
هذا المرض المستشري والمنتشر يحتاج منا إلى وقفة، يحتاج منا إلى تزكية، يحتاج منا إلى دواء. إن بدأت أخذ الدواء وحرصت على تناول هذه الجرعة بانتظام، وأكرهت نفسك على أخذها، وأرغمت نفسك على التداوي بها، انتقلت بإذن ربها تبارك وتعالى من الفجور إلى التقوى، ومن الغواية إلى الهداية، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشر إلى الخير، ومن البدعة إلى السنة، ومن الحرام إلى الحلال، ومن البعد عن الله إلى القرب من الله جل وعلا. كيف ذلك؟ هذا هو الموضوع، هذا هو الدواء. كلنا بلا استثناء يحتاج إلى هذا الدواء، كلنا بلا استثناء يحتاج إلى هذا الدواء، وإلى الوقوف بجدية واهتمام مع هذا الموضوع، وإلا فوالله ثم والله قد يفاجأ الواحد منا أيها الأحبة بأنه انتقل من معسكر الأحياء إلى معسكر الأموات بلا مقدمات، وأحيانا بلا أسباب. قد ينام الواحد منا النومة وتوقظه امرأته في الصباح فلا يستيقظ، يوقظه ولده فلا يستيقظ. وكان لقمان الحكيم يقول لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة. خلي بالك، خلي بالك من الكلام الغالي ده. أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. لا تاني كلام غالي قوي. أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. فأنت إلى دار تقبل عليها، ألا وهي الدار الآخرة، أقرب من دار تبتعد عنها، ألا وهي دار الدنيا. لأنه ما من يوم يمر عليك في دنياك إلا وهو يقربك من الآخرة يوما ويبعدك عن الدنيا التي تعيش فيها يوما. ولذلك أنا أعجب لأولئك الفضلاء الذين يهتمون ويحتفون احتفاء بالغا بأعياد ميلادهم، مع أن هذا العيد يحتاج منك إلى وقفة، إلى تأمل. ما الذي فعلت في هذا العام المنصرم؟ هل ترضى أن تقبل على الله جل وعلا بهذه الأعمال والأقوال؟ كان توبة بن الصمة رحمه الله تعالى شديد المحاسبة لنفسه وشديد الوقفة مع نفسه، يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح. فجلس ذات يوم وعد أيام عمره التي انقضت، فوجد أنها تزيد على 21,000 يوم، تقريبا قارب 60 من عمره. فعد أيامه فوجدها تزيد على 21,000 يوم، فصرخ. خلي بالك من الناس كانت بتتعامل ازاي مع الأعمار ومع السنوات المنصرمة الماضية. صرخ توبة بن الصمة وقال: يا ويلاه يا ويلاه، ألقى ربي جل وعلا 21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم عشرات المعاصي والذنوب. حضرتك استوعبت هذا المعنى الجميل؟ عد أيامه فوجدها تزيد على 21,000 يوم فصرخ. تصور لو أنه ارتكب في كل يوم واحد ذنبا واحدا فقط. عد الأيام، عد أيام عمرك، وهب أنك أذنبت في كل يوم ذنبا واحدا. يا ترى كم عدد الذنوب وكم عدد المعاصي التي ستلقى بها علام الغيوب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها،
وترك الذنوب حياة القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. هذه الوقفة، هذه المحاسبة هي الخطوة العملية الأولى على الطريق لتزكية النفس. المحاسبة هي الخطوة العملية الأولى على الطريق لتزكية النفس. تزكية، قد يتصور بعض أحبابي وأخواتي الفضليات أن الموضوع لا يحتاج إلى حلقة، موضوع أقل من أن تفرد له حلقة كاملة. يا الله، هل تعلم أيها الأخ الحبيب، وهل تعلمين أيتها الفاضلة، أن التزكية هدف كبير من أهداف البعثة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. إلى هذا الحد التزكية هدف وغاية من غايات النبوة. تدبر معي قول الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الله الله الله، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وتدبر معي قول الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإلا كما ذكرت لك، إذا أهملت النفس قادتك إلى كل معصية وأغرقتك في بحور الشهوات وأسقطتك في شباك الشبهات، وكانت النتيجة في الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله النار. يبقى شقاء في الدنيا وفي الآخرة، تعاسة في الدنيا وفي الآخرة. فالأمر جد خطير، بل في غاية الخطورة. يحتاج منا ورب الكعبة إلى وقفة متأنية صادقة. النفس أمارة بالمحاسبة التي سأبين كيف تكون الآن. ترتقي النفس من الأمارة إلى النفس اللوامة. ترتقي النفس بالمحاسبة وبالتزكية، بالمحاسبة وبالتزكية، من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة. والنفس اللوامة نفس أبية كريمة زكية، أقسم الله جل وعلا بها في قرآنه، وما أقسم الله بها إلا لكرامتها. قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال ميمون بن مهران: والله لا ترى المؤمن دائما إلا يلوم نفسه، ولا يرتقي العبد إلى مرتبة التزكية إلا إن حاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح. فالمؤمن لا تراه دائما إلا وهو يلوم نفسه ويتهم نفسه، حتى يصل بهذه النفس إلى مرتبة أعلى، ألا وهي مرتبة النفس المطمئنة. طيب الأول النفس اللوامة دي نفس كريمة. إيه هي؟ ما هي النفس اللوامة؟ هي التي تلومك على فعل الخير والشر. على فعل الخير ليه؟ طب على فعل الشر ماشي. إذا وقعت في معصية تلومني نفسي، إذا نظرت نظرة محرمة تلومني نفسي. هذه نفس لوامة أبية كريمة. لكن لما تلومني نفسي على فعل الخير؟ تلومك على فعل الخير لماذا لم تكثر منه؟ ليه طلعت جنيه ما كانوش 10؟ ليه طلعت 1000 ما كانوش 2000؟ ليه صليت ركعة ما كانوش ركعتين؟ ليه صليت 4 ركعات ما كانوش 8 ركعات؟ ليه ما أكملتش التراويح كاملة مع الإمام؟ لماذا لم تقرأ جزءا كاملا من كتاب الله جل وعلا اليوم؟ لماذا لم تطعم أسرة معك في كل يوم في رمضان؟
لماذا تكلمت اليوم بهذه الكلمة وهي غيبة؟ لماذا نقلت اليوم هذه الكلمة وهي نميمة؟ لماذا ذكرت فلانا اليوم بسوء وأنت تعلم أنه مظلوم؟ لماذا تتتبع عورات المسلمين وعورات المسلمات؟ لماذا تلومك على فعل الخير لماذا لم تكثر منه، وتلومك على فعل الشر لماذا وقعت فيه؟ لماذا قلت كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ هذه نفس أبية. يظل المؤمن بفضل الله جل وعلا مع هذه النفس اللوامة التي تلومه دوما، مع كل نظرة، مع كل فعلة، مع كل سكنة، مع كل دخول، مع كل خروج، مع كل عمل. قبل العمل تلومه وبعد العمل تلومه، حتى يرتقي العبد المؤمن إلى مرتبة النفس المطمئنة. الله الله، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا لها من كرامة ويا لها من مكانة. تاني، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، أي في عباد الله الصالحين، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا لها من كرامة ويا لها من مكانة. طيب يا مولانا، ما هي النفس المطمئنة؟ هي النفس التي اطمأنت إلى الله ربا، وإلى المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وإلى الإسلام دينا. نفس كريمة لا تشعر بالسعادة إلا مع الله، ولا تشعر بالأنس إلا في طاعة الله. صاحب هذه النفس إن خلا بربه جل وعلا يشعر بلذة وسعادة لو علم بها الملوك لجالدوا أهل الفضل عليها بالسيوف. لا يشعر باللذة ولا بالأنس ولا بالراحة إلا مع الله جل وعلا. خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. نفس مطمئنة. تاني بتقول إيه؟ بقول خرجت من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن ضيق الجهل إلى فضاء العلم، إلى فضاء العلم بالله، العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بالإسلام، العلم بالحلال والحرام، العلم بالأسماء الحسنى والصفات العلى. خرجت هذه النفس من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، من سجن الهوى إلى ساحة الهدى. والهوى ملك ظلوم غشوم جهول يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. قال الملك الجليل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نفس مطمئنة خرجت من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، من نجاسة النفس إلى طهارة القدس. نفس مطمئنة، نفس كريمة لا تشعر بالسعادة ولا بالأنس ولا باللذة ولا بالراحة ولا بالرضا ولا بالفرح ولا بالسرور إلا مع العزيز الغفور. شتان بين رجل إن خلا بكت عينه ورق قلبه وارتجف جسده خشية لله وإجلالا لله جل وعلا، وبين رجل إذا خلا وغلق الأبواب والنوافذ وأرخى الستائر بحث عن المعصية في موقع من مواقع الإنترنت أو على شبكة أو على قناة فضائية أو إلى آخره. إن خلا بارز ربه جل وعلا بالمعصية. ما أقسى قلبه وما أجرأه على ربه تبارك وتعالى. نعم، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب،
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ ماذا تقول لربك غدا إذا وقفت بين يديه سبحانه وتعالى؟ يا نفس يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. حبيبي في الله، اطلب قلبك في 3 مواطن كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اطلب قلبك في 3 مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. خلي بالك من خلوتك، خلي بالك، هل أنت جريء على الله جل وعلا في خلوتك؟ تبارز الله جل وعلا بالمعصية، أم أنك إذا خلوت بربك تبارك وتعالى بكت عينك وخشع قلبك ورقت جوارحك واقشعر بدنك إجلالا لربك وخوفا منه وحبا له سبحانه وتعالى؟ اطلب قلبك في 3 مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله جل وعلا أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. سل الله جل وعلا أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. وإن كنت تتحرك بين الناس، أين قلبك؟ أين قلبك يا من تتجرأ على الله جل وعلا في الخلوة؟ صحيح أنا لا أقول لك حبيبي في الله بأنك ملك أو بأنني ملك، لا أخطئ ولا أزل ولا أضعف في لحظة من لحظات البشرية التي تعتري البشر. لا، لسنا ملائكة بررة، ولسنا أنبياء ورسلا، ولسنا شياطين مردة، ولسنا أحجارا صلدة، بل نحمل نفوسا بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الفجور والتقوى، فيها الحلال والحرام. ومن هنا يجب على المؤمن الواعي اليقظ أن يكون منتبها لنفسه ليزكيها، لأنه لو أهملها فجرت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأغرقته في بحور الشهوات، وأسقطته في شباك الشبهات. والأمر يحتاج إلى يقظة، ويحتاج إلى انتباه، ويحتاج إلى أن يذكر المؤمن نفسه من آن لآخر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولم يقل جل وعلا تنفع العصاة أو تنفع المذنبين، بل قال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه التزكية أيها الأفاضل حتى ترتقي النفس إلى النفس المطمئنة التي تسعد مع الله وتأنس بالله وتفرح بالطاعة وتتألم للمعصية. هذه لا بد لها من محاسبة، والمحاسبة ليست كلمة أرددها أنا الآن في هذه الساعة، أو ترددها أنت أيها الحبيب اللبيب، وأنت أيتها الفاضلة. لابد من أن أقف اليوم مع نفسي وقفة للمحاسبة. هذه المحاسبة تحتاج إلى خطوات، منهج. لابد من أن تضع منهجا عمليا بين يديك لمحاسبة النفس، لتزكو هذه النفس، لتزكية هذه النفس. طيب، تدبر معي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أمر من الله جل وعلا لك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أنا عارف أن حضرتك قرأت الآية كثيرا وسمعت الآية كثيرا. طيب اسمع الآية تاني:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. تاني كلام عمر رضوان الله عليه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. طيب، المحاسبة بتقول لها خطوات؟ أيوة. طب نتعرف عليها كده. الخطوة الأولى: المقايسة بين نعم الله تبارك وتعالى علينا وبين جنايتنا وتقصيرنا في حق ربنا جل وعلا. لا لا لا، تاني بالراحة. أول خطوة في المحاسبة نعمل إيه؟ المقايسة بين نعم الله تبارك وتعالى علينا وبين جنايتنا وتقصيرنا في حق ربنا جل وعلا. يا الله، ده بكفاية دي. انظر إلى فضل الله عليك، انظر إلى نعم الله عليك، أنت غارق في فضله سبحانه. يا عم الشيخ، فين النعم وإحنا لاقيين ناكل؟ الناس مش لاقية تاكل، فين النعم؟ هنا إشكال خطير وكبير، أن كثيرا من أحبابنا وإخواننا وأخواتنا يتصورون أن النعمة هي المال وفقط. معاه قرشين هي دي النعمة، مفيش فلوس، مفيش أموال، فين النعم؟ ده احنا في ضنك، ده احنا في هم، ده احنا في نكد، وهكذا. اعلم بأن أشرف نعمة وأعظم نعمة وأجل نعمة وأكبر نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك أن خلقك موحدا، وأن أرسل إليك محمدا صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. انت حضرتك مش واخد بالك من النعمة دي. أخي الحبيب، ماذا فقد من وجد الإسلام، وماذا وجد من فقد الإسلام؟ ماذا فقد من وجد الإسلام، من هدي إلى الإسلام، وماذا وجد من فقد الإسلام وحرم من الإسلام؟ بياكل بيشرب، اسمع لربك: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يا الله، ما قيمة هذه الحياة حين تكون نهايتها نارا حامية؟ ما قيمتها؟ والله لا قيمة لها. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولنا وقفة مع هذا المرض الخطير، مرض الغفلة، إن شاء الله تعالى في حلقة مستقلة. أولئك هم الغافلون، مرض خطير عضال. ما قيمة الحياة حين تكون نهايتها النار، حين تكون نهايتها النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما قيمة حياة تكون نهايتها النار؟ حياة نهايتها إلى جحيم لا وزن لها ولا قيمة. ما قيمة حياة تكون نهايتها نارا موقدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يؤتى بأنعم رجل
بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار، ويصبغ صبغة واحدة في نار جهنم، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير قط. أنساه شقاء الجحيم كل نعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويؤتى بأبأس رجل في الدنيا من أهل الجنة، ويصبغ في الجنة صبغة واحدة، ويقال له: هل رأيت شقاء قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت شقاء قط ولا مر بي بؤس قط. أنساه نعيم الجنة بفضل الله جل وعلا كل شقاء وكل بلاء وكل داء وكل جوع. فأعظم نعمة من الله بها عليك هي نعمة الإسلام. قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قد يغفل كثير ممن من الله عز وجل عليهم بهذه النعمة عن قدرها ومكانتها. ثم يا أخي، هل شكرت الله سبحانه وتعالى كما ذكرت قبل ذلك على نعمة العقل؟ العقل إيه العقل دي؟ العقل يعني تعقل الكون من حولك، هذا رجل وهذه امرأة وهذه نخلة وهذه شجرة وهذا كذا وهذه كذا، يعني تعقل الكون من حولك، تفكر، تعي. نعمة كبيرة، نعمة عظيمة. إذا رأيت رجلا سلبه الله نعمة العقل تذكر هذه النعمة وقل: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وقد ذكرت أن الله عز وجل قدر لي يوما أن أزور إخواني وأخواتي في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية، ودخلت والله مع بعض إخواني على عنبر للنساء، وجاءت فتاة في 20 من عمرها، 22 سنة تقريبا، وقد علمت بعد ذلك أنها خرجت من كلية الطب على مستشفى الأمراض العقلية، فقدت عقلها. جاءت وجرت وأخذت الغطرة من على رأسي ووضعتها على رأسها، ثم بعد ذلك وضعتها على رأسي، ثم بعد ذلك أخذتها وألقتها على الأرض، وضحكت بصوت مرتفع وبكت بصوت مرتفع، كل هذا في لحظات متسارعة. ثم وقفت لتخلع ثيابها كما ولدتها أمها، فبكيت والله وكأني لم أبك من قبل، وخرجت مسرعا وأنا أقول لإخواني ولنفسي قبلهم: والله لم أفكر في نعمة العقل إلا في هذه اللحظة. من منا شكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة العقل، على نعمة العافية؟ كنت أزور رجلا فاضلا من أهل الفضل، فأخبرني بكلام يخلع القلب. رجل ما شاء الله ثروته 600 مليون دولار، ثروته 600 مليون دولارا. رزقه الله عز وجل بولد وبنت، أما البنت تزوجت، وأما الولد فأصر أن يكون نفسه بنفسه، أمر عجب، ولم يلتفت إلى ثروة أبيه، وشجعه والده على ذلك، بل وزكى فيه هذه الروح، فسافر إلى دولة عربية، ورزقه الله تبارك وتعالى بعمل وكون ثروة. مرض الوالد، مرض بشلل نصفي، أسأل الله أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين، ونام في الفراش، لا يقدر على الحركة. كان الذي يخدمه سائقه الخاص، السواق بتاعه، هو اللي دخله دورة المية، وهو اللي يجيبه من دورة المية، وهو اللي يشطفه، وهو اللي يطهره. أما البنت فقد قال لها زوجها: يانا يا أبوكي. فالوالد الفاضل قال لها: لا يا بنتي، اذهبي إلى زوجك. والولد مسافر، والزوجة توفيت، وظل هذا الرجل في فراش المرض بهذه الحالة المؤلمة، لم ينفعه ماله أبدا. يقول: والله ببقى في نص الليل أريد أن أدخل إلى دورة المياه إلى الخلاء، وأستحي أن أوقظ السائق الذي ينام معه في حجرته. يقول: أستحي، رجل واقف لي طوال اليوم، أستحي. لا، ثم يقول:
وأحيانا والله بنفس اللفظة يا أخوانا، أود لو أخذ أحد مالي كله ورد إلي عافيتي، معذرة في اللفظ، عشان أعرف أهرش، يعني أحك جزءا في جسدي يحتاج إلى حكة. يا خبر أبيض، ممكن الهرشة يدفع فيها 600 مليون. يا الله، أنت مش واخد بالك من نعم كثيرة، ده أنت معاك ملايين، والله معاك ملايين بنعمة الصحة وبنعمة العافية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الداء والبلاء عن كل مبتلى وعن كل مريض. نعم كثيرة، مش عاوز أطول في المسألة دي. يبقى المقايسة بين نعم الله علينا وبين تقصيرنا وجناياتنا في حق ربنا. أنا أستاهل النعم دي كلها مع تقصيري، مع ذنوبي، مع جرأتي على الله؟ والله ما استاهل، والله لا أستحق هذه النعم. الله، طيب النعم دي ليه؟ خلي بالك بقى، لأنك قد تكون مستدرجا بهذه النعم وأنت لا تدري، قد تكون مستدرجا بهذه النعم وأنت لا تدري. وهفصل دي في مرض الغفلة، هفصل دي إن شاء الله تعالى في مرض الغفلة. لكن خلينا نركز على أول خطوة من خطوات المحاسبة للتزكية، أن تقايس بين نعم الله عليك وبين تقصيرك أنت وجنايتك في حق ربك سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب، هتلاقي بأن نعم الله عز وجل عليك كثيرة، وبأن جنايتك وتقصيرك في حق ربك سبحانه وتعالى كبير. طب النعم دي وضعها إيه؟ نتعرف عليها إن شاء الله تعالى في مرض الغفلة. طيب، 2، المقايسة بين الحسنات والسيئات. أخبار الصحيفة عندك إيه؟ يا ترى كفة الحسنات ترجح ولا كفة السيئات ترجح؟ سؤال مهم قوي، يا ريت تسألوا لنفسك الليلة وأنت يا أختاه. يا ترى أيهما أرجح، كفة الحسنات أم كفة السيئات؟ طب أعرف إزاي؟ هذا الأمر يحتاج إلى نور العلم، يحتاج إلى نور العلم لتتعرف على الحلال والحرام، على الحق والباطل، على الهدى والضلال، على السنة والبدعة، على الخير والشر، على الفجور والتقوى، على الواجب والمندوب، على الحرام والمكروه. لابد من نور العلم، لابد من أن تفرغ من وقتك وقتا لتتعلم عن الله، لتتعلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما كان عملك حبيبي في الله، ومهما كانت مكانتك، ومهما كانت وظيفتك، تعلم الفرائض والأركان، تعلم ما لا ينبغي لك أن تجهله، تعلم أركان دينك، تعلم معنى لا إله إلا الله، تعلم معنى إقامة الصلاة، تعلم كيف تقيم الصلاة، تعلم كيف تؤدي الزكاة، تعلم كيف تؤدي العمرة إن كنت من أهلها، تعلم كيف تؤدي الحج إن كنت من أهل الحج، تعلم كيف تصوم رمضان صوما يرضي الرحمن جل وعلا، تعلم البيوع إن كنت رجلا تتاجر في السوق، تعلم ما لا ينبغي لك أن تجهله وما لا يجوز لك أن تجهله، لتوازن بين الحسنات والسيئات. وأنا على يقين مطلق بأن أي مسلم حتى ولو لم يكن متعلما يعلم علم اليقين أيهما أرجح، كفة الحسنات أم كفة السيئات، لأنه يعرض نفسه على أعماله وأقواله اليومية، ويعرض أعماله وأقواله على نفسه كل ليلة. هذا إن كان من المتيقظين، إن كان ممن يعلمون يقينا أنه ربما يبيت الليلة ولا يصبح عليه الصباح. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ثالثا، التمييز بين النعمة والفتنة. التمييز بين النعمة والفتنة يعني إيه؟ يعني لابد أن تتعرف
على النعم بين يديك، يا ترى هل هي منحة من الله جل وعلا أم هي محنة؟ يا مش واخد بالي من دي. يا ترى هل هي نعمة من الله أم هي فتنة؟ كيف أتعرف على ذلك؟ إذا كانت النعم بين يديك تقربك من الله جل وعلا وتنتقل بفضل الله ثم بهذه النعم من طاعة إلى طاعة ومن قربة إلى قربة، فاعلم بأنها النعمة التي تستوجب الشكر. وإن كانت النعم بين يديك من زوجة ومال وعلم وكرسي ومنصب وجاه تحول بينك وبين الله جل وعلا، بل وتوقعك في معصية الله تبارك وتعالى، فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة، واعلم بأنها المحنة في ثوب المنحة. ترمومتر دقيق. الخطوة الرابعة اتهام النفس. اتهم نفسك أخي الحبيب، إياك والعجب، إياك والكبر، إياك والغرور. أنت متكبر على إيه؟ ومغتر بإيه؟ لا تغتر بعلم أو عمل، والله الذي لا إله غيره لا أدري أنا ولا تدري أنت بأي شيء سيختم لك، إنما الأعمال بالخواتيم. من علق قلبه بالخاتمة عاش طوال حياته في نكد وفي كبد. إنما الأعمال بالخواتيم. اتهم نفسك أخي الحبيب، اتهم نفسك بالتقصير، اتهم نفسك دوما، لا تغتر. إياك والعجب، إياك والدل على الله سبحانه وتعالى. ولنا في المصطفى الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله وهو من هو بأبي وأمي وروحي وقلبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حبيب الحق تبارك وتعالى، الذي ما خلق الله عز وجل بشرا كمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه بكى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبله بين عينيه، وسالت دموع النبي على خدي عثمان رضي الله عنه. يا لها والله العظيم من كرامة. ومع ذلك قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب، تقصد عثمان بن مظعون. فقال لها عليه الصلاة والسلام: وما يدريك شهادتي عليك أن الله أكرمك. فيقول لها النبي: وما يدريك أن الله أكرمه؟ لا إله إلا الله. فقالت أم العلاء: فمن يا رسول الله؟ يعني فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مظعون؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني أرجو والله له الخير، وإني والله لأرجو له الخير. اسمع ماذا قال المصطفى. قال صلى الله عليه وسلم: ووالله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. يا الله، والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، الحصان الرزان، المبرأة من السماء، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أحب الناس إلى قلبه. يا رسول الله، والحديث رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال عمرو بن العاص يسأل رسول الله: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال، قال أبوها رضي الله عنها وعن أبيها الصديق. ومع ذلك جاءها سائل يسألها عن قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا بني، أما السابق بالخيرات فهو من سبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، وأما المقتصد فهم قوم اتبعوا أثره صلى الله عليه وآله وسلم حتى لحقوا به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. فجعلت أم المؤمنين عائشة نفسها معنا، مع السائل ومعنا،
من أمثالنا المذنبين المقصرين. انظروا إلى هضم النفس، انظروا إلى اتهام النفس. قال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكي نفسك يا أخي، الله جل وعلا يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ بل الله يزكي من يشاء. وإن كانت الآيات في اليهود الذين زكوا أنفسهم تزكية مطلقة وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، إن كانت الآيات في شأن اليهود فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ كما قلت.